ايش شعورك لو عزيزة كانت بنتك؟ بنتي أنا اثنين. ما أعرف صراحة، ما أقدر أسأل كذا عن دوري أنا الخاص لا ايش يعني. ممكن تسوين فيها لو كانت بنتك نفس تصرفات عزيزة؟ ما أعرف ما أقدر أتحفظ صاحب الإجابة. ممكن بحتويها أكثر، لأنه هي يمكن عزيزة فقدت الاحتواء من الأم، فيمكن هذه التصرفات اللي أدت لكذا يعني. طيب وش أصعب مشهد مثلتوه في المسلسل؟ يعني كثير مشاهد صراحة، بحكم إنه حنا نصور كمان في شتاء والملابس خفيفة يعني، كانت هذه كلها يعني مشاهد صعبة. بس ممكن من أصعبها اللي هو كان لما راشد يجي ياخذ عواطف من البيت، كان شعوريا سيء ونفسيا سيء وكمان جسديا سيء. علي عبد الرحمن قبل شوي قال لي إنه أصعب مشهد بالنسبة له حق الحريق، هل كان صعب عليكم؟ لا كنا بس نراكض ونصارخ يعني، يمكن صعب لهم. لا، احنا ما طفينا الحريق ولا سوينا شيء. اوكي. طيب وش رايك بنهايه شارع العشاء اللي صار؟ هل ودكم تغيرون بالنهايه ولا عجبتكم؟ لا اعتقد انه حان وقت يعني تنحط مثلا نقطة يعني نقطة نهاية السطر تجاه بعض القصص والكاركترز لبداية جديدة ان شاء الله. نهايه مفتوحه. اعتقد انه النهاية كانت يعني كويسة لانه يعني ما كان استمرارية مثلا الغلط معين او something يعني. وش المدينه السعوديه اللي تنصحون الناس بزيارتها؟ رياض. عيدنا صدق في الرياض كان غير، بالعادة نطلع برا كل عيد، بس هالمرة عيدي في الرياض ما أقدر أطلع منها. أكيد العاصمة الرياض طبعا. اليوم يعني هي مكان أصلا سياحي، وجهة سياحية مهمة لكثير ناس، خصوصا أنه كل سنة والسنة يعني تتغير وتتطور أكثر وتنفتح فيها أشياء جديدة. بعتقد أنها وجهة سياحية يعني جدا ممتازة. اللي في الرياض مبسوطين واللي في السعودية مبسوطين لأنه سهل عليهم يجون الرياض. طيب عندي تحدي الحين، أبيكم تتكلمون عن السياحة السعودية بس بلهجة الأولين. فجأة هنقنا مدقق اللهجة وين؟ أعطونا من اللي جاء في بالكم الحين. الصدز، الرياض. لحظة، لا تسافرون ولا مكان، خلكم في ذا. وفي شوط سياحة وفي شوط وناسة. وناسة.